اهلا يا برج الجد، تعالوا نشوف رسائل الملايكة ليك ايه في الوقت الحاضر. يلا بينا. رسائل ملاكك الحارس، رسائل ملاكك الحارس ليك ايه في الوقت الحاضر. ده ثينكر، شايفينها كويس. المهم ملاكك الحارس عايز يقولك ان انت محتاج تعمل استراتيجي لاي حاجة بتعملها. يعني انت مثلا لو داخل على شغل جديد او عندك مشروع او في حاجة بتعملها اللي هو الديلي روتين بتاعك في الشغل، انت محتاج تبتدي تنظم نفسك وتفكر بطريقة لوجيكال شوية وبطريقة فيها وتبين للكون ولربنا ان انت سيريس، ان انت جاد في اللي انت عايز تعمله. يعني بمعنى اصح كل يوم هتصحى تعمل التودو ليست بتاعتك عشان تقول ان انا جاهز وان انا جد في اللي انا بعمله، عشان ما يحصلش اي تأجيل ولا اي تعطيل. تمام؟ عشان دايما لما احنا بنكتبش او ما بننظمش نفسنا بطريقة صح، ده بيحصل لخبطة في اليوم وممكن حاجات تاخدنا بعيد عن الاجندة اللي احنا كاتبينها او كده. بس انت لما بتكتب وترتب حالك بيبقى الموضوع احسن وبيبقى هو زي ما بيقول كده، الحاجة اللي بتكتبها بتحصل زي حاجة بتجسدها. تمام؟ بالنسبة للعلاقات عادي او العلاقات العاطفية دلوقتي، الحب مش حاجة لوجيكال، بس انت محتاج تفكر في الشريك في الوقت الحالي. هل بطريقة عملية اكتر، هل انتوا متفقين؟ هل انتوا في متفاهمين على المستوى العاطفي والمستوى العقلي، بعيدا عن اي ديزاير او اي شهوة او اي انجذاب جسدي ما بينكم. حط ده على جنب وبتبتدي تفكر انتوا ايه الحاجات اللي انتوا مشتركين فيها، وهي دي اللي تبتدي تقرر على اساسها وتشوف العلاقة ككل وتشوف البروز اند كونز بتاعتها. يعني ايه اللي هيحصل، ايه النتيجة، طب احنا رايحين على فين، هل الشريك فاهمك عاطفيا، هل فاهمك عقليا، هل انتوا بتستمتعوا مع بعض. كل دي لازم تفكر فيها وتاخد قرار على الفاكتس، على حقائق، مش على تخيلات او فانتسي او ان انت تعيش في الحب او تسرح بخيالك. فانت محتاج بس تنزل على ارض الواقع. وبالنسبة للناس عموما او للعلاقات بتاعتك عادي، انت محتاج ما تحاولش ان انت تفكر بطريقة كتيرة. ما تحاولش تفكر ما بين السطور، لا، اللي بيقولولك عليه هو ده الصح. حتى لو بارتنر بتاعك على فكرة هو اللي بيقولك عليه، هو مش بيختلق حاجة ولا بيقولك افهم ما بين السطور، لا، اللي انت شايفه هو ده الصح، اللي انت حاسس بيه هو ده الصح. ما تقعدش تفكر في ما بعد الجملة فيه ايه. تمام؟ للناس بقى اللي هم بيفكروا بطريقة صعبة جدا وعقلهم شغال طول الوقت، اللي عندهم الاوفر ثينكينج بمعنى اصح، او التحليل الزيادة او التفكير الزيادة، انتوا محتاجين ترست شوية من خلال بقى تعملوا حاجة فنية، تروحوا تلعبوا رياضة، تعملوا مديتيشن، تصلوا. لازم توقفوا الاوفر ثينكينج ده، لانه مش بيروح لحاجة غير illusions، اوهام، مش اكتر من كده. ساعتها هتقدر تفهم الموقف اللي انت فيه، وهتقدر تفهم انت رايح على فين وجاي منين بمعنى اصح، وهتفهم حاجات كتير انت مش قادر تفهمها. من الاخر سلم يا ورك الجدي كده شوية للناس اللي عندهم اوفر ثينكينج. بس هي دي رسالة ملاكك الحدث النهاردة يا برج الجدي. قولولي في التعليقات ايه رأيكم في القراية، وهل الكلام ماشي معاكم ولا ايه. يلا باي باي.